بقى الناس سايبه مشاغلها واعمالها ودنيتها وقربها من ربنا وعبادته يحسب لك في الكالوريز. كالوريز ايه اللي تحسب لها؟ يا نهار اسود ومنيل، استغفر الله العظيم يا رب. تتبعتر على نعمه ربنا، نعمه ربنا اللي انعم عليك بيها واداها لك وما اداهاش لحد تاني، وتتبعتر على نعمته وتحسب له في الكالوريز. لما تروح لفوق هتقول له ايه؟ معلش يا ربنا اصل انا كنت بحسب في الكارز، اصل في خدي لزقت في بعضها. تفتكر هيسامحك؟ نهار اسود ومنيل. لما تاكل بيضه البيضه وتسيب صفارها، مين هياكل صفارها؟ مين هياكل صفارها يا مؤمن؟ وفي ناس لو شافت ضفدعه هتاكلها من كتر ما هي محرومه من الاكل. اتقي الله اللي ربنا انعم عليك بيه كله، ما تسيبش اي حاجه خالص. فخدك لزقت في بعضها وكرشك دلل، قلل اكلك شويه. بدل ما تاكل 4 حمامات كل حماميه واحده، بدل ما تاكل حله محشي كل ربعها. ولا والفيجيتيريانز النباتيين اللي فجاه كده طلعوا لنا مره واحده كده. واحد طلع يقول لك انا حولت من بيتزا تونه لبيتزا بالشوفان والمشروم. يا صلاه النبي احسن. ده انا الشوفان ده لسه واعي عليه اقسم بالله من شهرين 3. الشوفان ده ما بتاكلش لحوم ليه يا حبيبي؟ اصل اكل اللحوم مش مستحب، مش من الانسانيه ان احنا ناكل لحوم. هو ايه اللي ده مش الانسانيه؟ نروح نحاسب الاسد بقى، نقول له يا اسد انت ليه يا اسد بتاكل غزال يا اسد؟ مش من الانسانيه يا اسد ان تاكل غزال، ونديله قلم على وشه ويلف كده لغايه لما يجي تاني. ما بتاكلش خضروات ليه يا اسد؟ ولا حاسب الاسد ده؟ طالما انت بقى شايف ان اكل اللحوم مش مستحب، هو ده اللي مش مستحب؟ ايه الخيبه دي؟ كبر وبقى شحط، بقى عنده 27 سنه وفجاه قرر يقول لك اكل اللحوم مش مستحب. لما كان صغير كان بيمسك ورك البطه يحطها في بقه كله وهي نيه. المعفن. اتقوا الله، اتقوا الله اللي ربنا انعم عليكم بيه كله. اوعى تسيبوا اي حاجه خالص. حرام عليكم. هتتحاسبوا اقسم بالله، هتتحاسبوا على كم بياض صفار البيض اللي رميتوه في الشارع ده، هتتحاسبوا اقسم بالله. استغفر الله العظيم يا رب.